عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات دبارة رمضان. اليوم كيف العادة إن شاء الله باش نبارطاجي معاكم دبارة كاملة نقترح عليكم شقة الفترة متاع اليوم. أول حاجة بديت باش نعمل فلفل محشي. خديت المقلة حطيت فيها شوية زيت، خديت راس بصل صغير مش كبير برشا، قصيته طريفات صغار مع زوز فصوص ثوم، قليت هكا البصل شوية في الزيت، وبعد زدت اللحم مفروم. أنا عندي تقريبا 250 غرام لحم مفروم هكاكا، قعدت نقلي فيهم هكا الزيت مع البصل والثوم، وفي نفس الوقت نحل فيهم باش ما يتكعبروش. حطيت 3 كعبات قنارية يتصمتوا باش نعمل بيهم بعد سلطة قنارية. والقنارية فوحتها حطيت لها شوية ملح باش من بعد ما تجيش مسوسة في السلطة. كما قاعدين تشوفوا قاعدة نحل في اللحم مفروم باش ما يقعدش مكعبر. فوحته شوية ملح شوية تابل، حم مفروم يمشي معه برشا تابل، رشة اغ دو بروفونس ولا نجم نعوضوه بكليل وزعتر، وشويه فلفل اكحل. هذا بالنسبه للفاح متاع اللحم، ونخليه يطيب حتى لين يشيح من الماء بالكدا. وبعد زدته شويه معدنوس، اختياري المعدنوس اما يعطي اضافه نجم نستغنيو عليه كان ما نحبوش ولا مش متوفر عنا. قصيت هكيكه شويه معدنوس. وهذا بالنسبه للحشو متاع الفلفل المحشي اللي حضرته معاكم. وقاعد كان باش نحطه في الفلفل، خليته على جهة يبرد وتعديت باش نعمل شوية روز. خذيت معون حطيت فيه شوية زيت، زوز فصوص ثوم كبار قاسيتهم بالسكينة وحطيتهم هكاك يتقليو وسايبوا النكهة متاعهم في الزيت. بعد خذيت كعبة كروفيت قشرتهم، اما خليت القشرة البرانية متاعهم نحيت كان الراس وساقين، وقليتهم فكل الزيت والثوم. فوحتهم شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كركم باش يجي لونهم مزيان. وحطيت الفلفل هدايا باش يوزوز ويجيني الروز هكا موزوز شويه. الكروفيت مش باش نطيبها على المدة الكل، خاطر كيما تعرف الكروفيت في ساعة ما تطيب نقليها مدة دقيقتين 3 هكاكا ما اكثرش. كيما قلت لكم فوحتها شويه ملح شويه فلفل اكحل وشويه كركم دقيقتين 3، ونحيت كعبة الكروفيت هكاكا باش نطيب الروز على راحتي. الزيت اللي سايب فيه الكروفيت المطعم تاعو زدت شويه زيت اخر، وخذيت راس بصل فرمته صغير وقليته في الزيت، وزدت مغرفة طماطم معجونة قليتها شوية باش ما تنحي مطعم القروسية. زدت واحدة شوية شوية تابل شوية كركم شوية بروفونس وزوز اوراق رند وشوية كركم، وحطيت عليهم سحفة روز. حطيت الروز هكاكا يتقلى مع الفحات والطماطم. زدت شوية جلبانة كيف اختياري، يعني تعجبني جلبانة مع الروز. هذا بالنسبة للجلبانة سمطها شوية خاطر الجلبانة اللي عندي كاسحة شوية، كان باش نحط هنايا مش باش تخلط الروز يطيب والجلبانة ما تطيبش، على ذلك عملت لها صمتة صغيرة. ومن بعد الصحفة اللي حطيت كيلت بها الروز حطيت كيلتين ماء. الروز متاع 10 دقائق يمشي عليه المكيال هذايا بالكدا. صحفة روز صحفتين ماء. ما شوفوا ما يوصل الروز يشيح الا ما الروز يطيب ويجي كعبه كعبه. قبل ما يطيب بشويه ويشيح بشويه حطيت شويه فلفل الوان ورجعت كعبه الكروفيت باش يكملوا يطيبوا ويزيدوا يسيبوا المطعم نتاعهم. وهكا الروز نتاعنا يكون احضر نطفيو عليه ونخليوه باش نحطوه في صحن التقديم. كما قلت لكم وشفتوا قبيله حطيت 3 كعبات قنارية يتصمتوا. بعد ما تصمتوا بردوا قصيتهم زدتهم شوية طماطم عادية ولا طماط سوريز. حطيت فلفل الوان نجمو نكتفيو فلفل حلو اخضر، وبصل ربعي يمشي معاه بالقدا سلطة هذية، وشوية مايس. بالنسبة للفاح نفوحها معاكم. رجعت للروزة هاو شاح كل كعبة وحدها طاب بالباهي. زدتو شوية كمون، نعرفوا الكمون يمشي برشا مع اي ماكلة طيبة بالحوت ولا طيبة بالفرويت مير. ولا هنا سيء باش الروز سيء طاب ما قعدت كان باش نحطهم بعد في صحن التقديم. رجعت لسلطة القنارية، قصيت كل شيء تقريبا
حجم قد فواحد. حطيت شويه معدنوس يفوحوا بالكدا، حطيت زيتون وكبار. وبالنسبه لبقيه اللفاح فواحد قارص وملح وشويه قارص وملح وزيت ورشة فلفل أكحل. هذا بالنسبة لسلطة قنارية. ونخليه هنا كيكة في السقطار باش كان فما الخضرة تسيب ماها كيكة. من بعد السلطة تجينا شيحة. تعديت باش نعمل الحشو متاع البريك. خليت كعبة بطاطا طيبتها، زدتها وهي مزيت سخونة ونرفسها مع شوية بصل وشوية معدنوس باش هكا سخانة ترجع البصل والمعدنوس يسيب المطعم تاعو. زدت جبن طويبع يفوح بالقدي البريك واللي بالحشو هذايا بالبطاطا. وزدت شوية تن شوية كبار. هذا بالنسبة للحشو متاع البريك. ولهنا ما قعد كاين باش نفقس عليه العظم. حطيت جبن، نجم نحطو اكثر من نوع جبن ولا نكتفيو بنوع واحد. يقعد كاين من بعد باش نفقس فيه العظم. هكا الحشو حضر. رجعت للحم مفروم سيء برد. نظفت الفلفل، زدتو العظم وزدتو شويه جبن، اختياري جبن نجمو نستغنيو عليه. خلطت لقيتو ناقص مازال شويه عظم، زدت كعبه اخرى عظم. ديما رشه فلفل اكحل فوق العظم باش ينحي هكا الصفوريه نتاعو. لاني خديت الفلفل نحيتلو الزريعه نتاعو وقعد كان بمغرفه صغيره نوسعو بينها هكاكا ونحشيو هكا الفلفل. نحطو اللحم مفروم الحشو اللي عملناه في الفلفل من داخل. وهكا ما يقعد لنا كان باش نقليوه في مقلة في زيت سخون. نقليو الفلفل ملون نحطوه على وجهه هكاكا باش الفم نتاعو يتسكر واللحم مفروم ما يخرج. بعد يحمر بالباهي الوجه الفم نتاعو نهبطوهم ونقصو في الغاز هكاكا باش الفلفل يطيب والعظم كيف من داخل يطيب. تعديت باش نحضر صوص باش نقدمها مع الفلفل المحشي. خديت الزيت، حطيت معه، حطيت فيه شويه زيت، غرفه طماطم معجونه، شويه هريسه عربي، فص ثوم خاطر الكونتيتي صغيره ماهيش كبيره برشا. حطيت شويه تابل، شويه ملح، شويه كركم ورشة فلفل أكحل، شوية فلفل زينة. هذا بالنسبة للفحات. وزدت شوية حباق ولا نزيدو شوية إكليل وزعتر. ناخذو مقدار كعبة طماطم قصات ريفات صغار ولا أنا عندي طماط سوريس حطيت طماط سوريس. زدتها شويه ماء باش كطماطم المعجونه توصل الطيب وما تجينيش قارصه. رجعت الحشو متاع البريك، فضل شويه من اللحم مفروم باش ما يطيش حطيته في الحشو متاع البريك هذاك اللي حضرته معاكم. زدتو كعبتين اعظم. كاولا هنا ما قعد لي كاين باش نحط الحشو هذه في ورقة الملصوقة. عملتها هكيك، اخترت باش نعملها مثلثات باش نجمو نعملو الشكل اللي نحبو عليها. اليوم باش نقلي البريك ولا نجمو نعملو في الفور ولا في الاير فراير. كي باش نقليو هكا ديريكت على الزيت فور ولا اير فراير. دهنة صغيرة بالزيت لاني هكا في زيت سخون. حطيت نقلي في كعبات البريك، زيت يسخن وبعد نقصه في الغاز باش نخليه الوقت للورقة تطيب تقعد حمراء والحشو من داخل كيف يطيب. ومن بعد نسقطره باش البريك يتسقطر ويجينا شايح وسختو يقعد يتقرمش. نحطوه نسقطروه بالطريقه هذه، ما نحطوهوش ديريكت على البابي. كما شفتوا ما عملتش شوربه خاطر عندي شوربه من البارح، جست جبت سخنتها اخر وقت وكهو. وهكا كنت شاقا فتري حذر. اللهم أقدمها نعمة وحفظها من الزوال. هذيك سلطة قنارية، هذيا الروز اللي عملته بكعبات كروفيت. انا اخترت باش نعمله بالكروفيت بالطبيعة نجمو نعملوه باللي نحبو عليه واللي متوفر عنا. هذه فلفل محشي اخترت باش نقدمه بالطريقة هذه. حطيت الصوص وقصيت الفلفل بالطريقة هذيك وكعبت المسوقة بعد ما طابوا تقطروا بالبهي. وهذه الشوربة اللهم أقدمها نعمة واحفظها من الزوال. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حسنة الاضافة. وما قعد لي كنقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامة.